السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة جديدة كده واقتصادية برضو للبانيه بتاعنا علشان نزود حجمه. انتوا عارفين الفراخ غليت دلوقتي قد ايه؟ طيب انا معايا هنا، والله كان معايا يعني عندي في التلاجة صدر فرخة. كفيت بيه أسرة كاملة. انا قطعت بطاطساية كده فرمتها في الكبة، وبعد كده هبتدي اعصر المية بتاعتها. انا بضربها لوحدها الاول عشان انا هاخد المية دي ارميها. لازم اعصرها كويس عشان البانيه بتاعي ما يفكش. بصي لازم تعصريها كويس جدا. وبعد ما عصرتها ابتديت احط البصل والبانيه وارجع اضربهم ضرب شديد، وارجع يعني رجعت البطاطس تاني معاهم ونعمتهم. طبعا دي انا قطعت البانيه كده قطع على قد ما اقدر. المهم ان انت ما تمسكيش الكبه بايدك اللي ماسكه بيها الفراخ وترجعي تاخدي الفراخ وتمسكي الكبه، عشان ده مش كويس. انا هروح اغسل ايدي وارجع تاني. هبتدي اضرب البانيه بتاعي لحد ما يتطحن كويس جدا، وكمان هحط له البطاطس بتاعتي والتوابل تبقى موجوده على الشاشه. وخلاص انا خلصت الاكله بتاعتي كده، وكانت سهله وبسيطه ومفيش اسهل من كده. شويه رز بشعريه وخلاص، وشويت البانيه بتاعي. آه، اكله اقتصاديه وبسيطه، وفي الاخر اسمها برضو بانيه. جربوها هتعجبكم قوي قوي. بصي خلاص، هي عباره عن بانيه والله مش باين فيها اي حاجه، يعني صدقيني انا ولادي بياكلوها ما بيعرفوش ان فيها بطاطسايه خالص يعني. بس انا سخنت الجريل هنا كويس، وبظهر المعلقه، انا مش بمسكه بايدي خالص، بظهر المعلقه ببتدي اوزع كده البانيه بتاعي بشكل عشوائي علشان يديني شكل البانيه وهو متقطع، البانيه العادي يعني السليم. وخلاص، وخلصت الاكله وانا والله ما لمستها بايديا، يعني كله كده بالمعلقه. بصي مفيش اسهل من كده، مجرد ما تتشوى وش وظهر طالعه جميله وطريه وفي منتهى الجمال. حبيتي تقليها برضو مفيش مشكله، اقليها بالبيض والبقسماط. اهم حاجه ان انت كل شويه تبلي المعلقه في ميه علشان تمسح معاكي البانيه بمنتهى البساطه وتديكي الشكل الحلو اللي هو بتاع قطعه البانيه يعني. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا يا رب. ما تنسونيش في اللايك، وكل سنه وانتم طيبين. اشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.